تخرج من تونس لازمك تخلص يعني اشتراك شهري. يعني والله نعرفها شباب، الاشتراك الشهري في الافلام سوفت وير ولا حاجة، تشترك شهريا وتخلص. اما واحد يخرج من بلاده لازم يخلص شهريا. ما فهمتش الفكرة منين، شنو هي الهدف من الفكرة؟ فلوس ولا الحد من الهجرة؟ خاطر كان الهدف الحد من الهجرة فما ألف حاجة أخرى ما ينجموا يعملها. لازم يلقوا حل للناس اللي قروا بطالة، يصلحوا التعليم العمومي، يعملوا كاميرات في الأماكن العمومية تخلي المواطن يحس بكرامته ويحس بالأمن. حسب رأيي يعني نشوف العكس حقا، زاد يسهلوا للمواطنين اللي في الخارج يجوا لتونس. مش مثلا تذكرة الطيارة غالية برشا، معناها عبارة على واحد ماشي لدبي معناها باش يمشي لتونس، كسهل العباد يجوا تونس راهم باش يصرفوا برشا فلوس. ونشوف الدولة كي تحب فلوس من الناس من الخارج، مثلا تقول باش نبنوا مثلا مدرسة في موقع الفلاني والا سبيطار ولا حاجة، كانت نجموا تتبرعوا. تو تشوفوا الناس كلها باش تتبرع، حتى المواطنين اللي في تونس تو باش يتبرعوا. لكن تقول قانون يدفعوا شهريا والفلوس ما هيش واضحة معناها وين ماشية بالضبط. مانيش عارف الصراحة شنو الهدف من القانون بالضبط، لكن نشوف حاجة باهية وان شاء الله يكملوا فيها. قاعدين يسهلوا الفريلانس في تونس، وان شاء الله الدولة تستغل صناع المحتوى الباهيين، يعني تعمل معاه معناها بروجيات ولا حاجة تنجم تعاون السياحة في البلاد.